محمد عادل ايش رايح اليوم؟ يعطيك العافيه اول شيء. الله يعافيك يا جوك بعد الله الله. أخوي محمد. الله يقويك. محمد كلمنا اليوم انت متبرع في كلى لشقيقتك اليوم. اي نعم. كلمنا اليوم شلون بديت في هالمرحله هذه او عاده الكلى صعب انك تحصل متبرع لها. اي والله احنا دورنا وها، فيعني واحد يعني الناس قامت تساوم حتى بنفسها. نعم. ما دوروا دور مالك. ما لقيت. اي والله مالك. والناس قاعد تقول 60 70 ألف 60 70 ألف. اروح برا ازرع كذا احسن. زين محمد، 60 شلون 70. عانيت؟ شنو عانيت من امور التبرع من اول شيء؟ هل كنت متردد او شيء؟ لا والله انا التزمت، ابوي قال اول واحد انت افحص، بعدها اخوانك بالدور. زين. اي واحد تمشي معاه يروح يتبرع. الحمد لله مشت معي انا بنسبة اخوانك ما لا تطابقت انا الحمد لله بروحي. نعم. بنسبة 99.9، لان احنا اجدادنا كلهم عيال عم عيال عم عيال عم اخوان اخوان. نعم. ولين سبحان الله تطابقت هذه الكلها الحمد لله. الحمد لله. اي بس عند المراجعات هي اللي طولت فينا. لا حول. اي والله عزرت فينا وين مراجعات. سويتها بالكويت ولا خارج الكويت؟ لا بالكويت، بالكويت. مستشفى حامد العيسى. هل عانيت من مواجهات وكذي مع اي والله عانينا حيل. يعني كنت 3 شهور الا 3 شهور. شقيقتك الحين شلون وضعها الحمد لله الصحي؟ الحمد لله حيل متحسنه واحسن مني الحمد لله. الحين محمد انت شنو قاعد تعاني منه الحين؟ اللي هو ضيق التنفس. ضيق التنفس. اي والله. زين الدكتور شنو قال لك بعد ضيق التنفس؟ لازم تمشي. تمشي. تحاول كثر ما تقدر تمشي. نعم. واذا كنت مدخن يعني اقطعها احسن. الحمد لله قطعتها انا، يا رب لك الحمد. الحمد لله. اي والله. شنو الرسالة اليوم اللي توصلها للناس اليوم توصلها؟ والله اليوم اللي فاقد، اللي ما يتواصل مع اخته مع اهله. لا والله لا والله حق، هذا حق قصب مو طيب. نعم. هذا اخواتك، خواتك اخوانك. نعم. ما يصير تقاطعهم. نعم. من غير شر. اي والله الحمد لله امورك كلها طيب. عسى الله يشافيك ان شاء آمين الله. يا رب. وما تشوف شر ان شاء الله. امين، شر ما يجيك بعد راس.